شايف المدرسه المجرمه اللي بتعذب الطفله دي؟ قطعت قلبي يا عم. مش قصدي والله، بس للاسف الناس دي هم نفسهم اللي علمونا في المدرسه ان الشهاده هي اهم حاجه، وانك من غيرها مش تبقى بني ادم. نظام التعليم اصلا مبرمجك من صغرك عشان تبقى آلة بتنفذ اوامر من غير ما تفكر. ده انت يا راجل كنت بتستأذن عشان تدخل الحمام، وبعد ال 16 سنه تعليم بتقبض اول مرتب ليك اللي حتى مش هيكفي اكلك وشربك. وطبعا الشهاده اللي موتت نفسك عليها غالبا هتتحط في الدرج. عايز تبقى محترم بجد؟ الفلوس هي اللي هتخليك محترم. الله يرحمه عنده حق في جزء كبير، بس ما قالش ان لو عقليتك مش مظبوطه الفلوس دي مش هتعمل لك حاجه. اللي ناس كتير مش عارفاه انك ممكن تبقى قاعد في بيتك وتكسب بالدولار. ناس في مصر بتعمل كده كل يوم، من شغل المونتاج، البرمجه، الجرافيك ديزاين، والله العظيم الحاجات دي بتدخل لهم من 50 ل 250 الف جنيه شهريا. وهم وصلوا للمرحله دي لان هم فهموا وصدقوا حاجه اغلبيه الشعب المصري ولا عايز يصدقها ولا يفهمها. العالم دلوقتي مش محتاج شهادات، محتاج مهارات. احنا جاهزين لك خطه مجانيه تقدر تبدا بيها وتكتشف الخطوات الصح. هنعلمك خطوه بخطوه ازاي تدخل اول فلوس ليك اونلاين. والجميل في البيزنس موديل ده ان انت مش محتاج راس مال عشان تبتدي، مش زي الدروب شيبينج او التداول. كل اللي انا طالبه منك انك تسعى وتحط الوقت والمجهود، والاهم من كل ده ان انت يبقى عندك يقين في ربنا ويقين في نفسك انك هتنجح. فلو مهتم اكتب كلمه خطه في الكومنت وهبعتها لك على طول، فما تضيعش وقتك عشان البدايه بين ايدك.